السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تاك توكس، البودكاست الأيقوني ومصنع الأساطير من كوكب الأرض. أحييكم في بيست اوف تاك توك سيزون 1. أو أي ضيف بيجي بيقدم نفسه بالطريقة اللي هو يعني تعجبه أو الطريقة اللي هو شايفها صح. أنا محمد محمود، مهندس بترول. انا اسمي يوسف اسماعيل، طبعا عشان ممكن الناس ما تبقاش عارفاني. انا بحب التحليل جدا، يعني لو هقول الجمله عني محلل، بس ده انا عايز محلل رياضي. بس تعريفي لنفسي أنا بحاول أبقى أب صالح عشان أربي ولاد ما يبقوش زينا. انا صانع محتوى بتكلم على الكوره عشان بحب الكوره فقط لا غير. بسيطه جدا ولا اي شيء. انا بشتغل دكتور سنان، بس دلوقتي ملتفت اكتر لحته الكونتنت كرييشن، واديت محاضرات كمان لطلبه طب اسنان، بديهم كورسات. انا ساره سليمان، صناعه محتوى بالاي اي واي اي فيلم ميكر. بشتغل في استوديو ار فيلمز او الاي اي استوديو في مصر مع المخرج رامي عماد. بدات الاي اي بقالي 3 سنين، وقبلها كنت بشتغل في الموشن جرافيكس والفيديو اديتنج. عندي باشن فظيع للاي اي بصراحه. يعني انا اسمي سعد قعبور، لبناني من مواليد بيروت، مقيم بلندن بريطانيا، درس جرافيك ديزاين وماسترز في فيلم برودكشن. بشتغل از اكزيكتيف بروديوسر كرييتيف دايركتور مجال ادفرتايزنج. من سنه تقريبا بلشت صفحه حبيبي دوت اي اي. يعني انا بودي. طيب تمام، او بودي يعني. ايوه تمام. انا بعمل مزيكا، بحب المزيكا وبحب الهزار. تمام. وحابب ان انا اضيف الاثنين مع بعض، يعني اعمل ما بينهم ميكس. حلو. فده انا مؤمن، يعني زي ما بيقولوا كده، او اطلقوا عليا عمو مؤمن او عمو مؤمن، يعني زي ما بيقولوا. عمو ايه؟ عمو مؤمن المصري. انا فاروق القاضي. انا دخلت او بدات رحلتي في صناعه الاعلانات من اكتر من حوالي 17 سنه. من هو مخترع الاطارات المنفوخه؟ الكاوتش. كلنا بنركب عربيات فيها ايه؟ فيها كاوتش. هديك 3 اختيارات انه وصل صعب. تمام. هل هو ايمانويل كاوتش ولا جورج دانلوب ولا ديفيد منفوخ؟ كاوتش. منفوخ. لا قول اللي انت هو منفوخ اكيد. هو الاثنين اطار على طول. جورج دام. برافو عليك. الحمد لله. طبعا كاوتش. ده مش مظبوط ولا واحد. لا، ما هو الاختيارات في انا اقول لك، انا هو بودي اللي اخترع بالطريقه بتاعت مدحت شلبي ولا اقولها لك بالطريقه يا راجل؟ دانلوب طبعا. جورج دانلوب. برافو عليك. برافو عليك. اعتقد جورج دانلوب، لان انا عارف اسم دانلوب ده ليه علاقه بكاوتشات. حلو. برافو عليك. هو ده الوضع وهي دي الصوره. والله المستعان، ربنا يكرمنا دايما الاحسن. واخيرا هو ده الوضع وهي دي الصوره. والله المستعان. والله المستعان. شوفكم. هو ده الوضع. ايوه هي دي الصوره. ايوه والله المستعان. هو ده الوضع وهي دي الصوره، والله المستعان. هو ده الوضع، هي دي الصوره، والله المستعان. هو ده الوضع، هي دي الصورة، الله المستعان. هو ده الوضع، هي دي الصورة، هي دي الصورة، والله المستعان. والله المستعان. وفي الاخر احب اقول لكم ان هو ده الوضع وهي دي الصورة، والله المستعان. كنت بتاخد العيديات من قرايبنا وتضحك عليهم؟ انا مش عايز اتكلم. مش عايز اتكلم في الموضوع. لا كان بيا افهمك. كان بيقول لهم احنا هنلم العيديات كلها بتاعتنا ونوزعها على بعض من الاول عشان كلنا ناخد فلوس كتير. لا طبعا هو كان بيبقى مخلص العيديه بتاعته. انا ما كنتش بقول كده وبيقلبهم. انا بصراحه انا كنت اول واحد. انا كنت طفل تخين. كنت بحب الحلويات وبحب الاكل وكده. انا كنت باخد العيديه بتاعتي، انزل اشتري بيها حلويات وبومب وصواريخ وخلصها. فبقى معايا مبلغ صغير. الاصغر من الاطفال بقى، انا كنت اصلا اكبر واحد في ولاد عمي وفي ولاد خالتي، واكبر اخ، اكبر نصاب. المهم فلما الفلوس بتخلص فبجيبهم بقول لهم يا جماعه ايه، انا اكبر واحد فيكم واخد اكتر فلوس. هم مش عارفين بقى في جيبي كام. فايه رايكم لو نحط العيدات كلها على بعض ونفرقها بالتساوي؟ فالهدف كان اسمع يعني. ممكن تديله بقى اديله هند. اديني هند. حلوف كبير. حلوف. فارع قصدك؟ لا هو حلوف عموما يعني. هو حلوف لعيب. حلوف هو حلوف وفارع اللي كل حاجه. هو اقول لك هالاند. بالظبط. تسألتوها لي شويه. احاول اتنازل عن حاجات، فابتديت
اكتب سلبياتي في ليبيا. وسبحان الله يعني، وجيت مره كنت عايز اكتب مميزاتي، ما عرفتش اكتب حاجه. لا. بس كتبت سلبياتي، كانت 7 سلبيات. انا لما جيت من ليبيا كانوا 3 بس يعني انت شلت 4. بلغاريا بتتميز ان فيها بطاطين عاليه الجوده. ده حقيقي. وهو راح هناك عشان عمل شركه بطاطين، فهيأسس الشركه بتاعته وهيرجع هيطلع على ارسنال. ارسنال مش الاهلي طبعا. تعرف ان في بنت معاها طلعت شبه الدحيح بالظبط؟ ده بجد، والله بجد اللي هي طلعت ولد في الاخر، ما اعرفش، بس هي شبه الدحيح بالملي. شوف حد شاف الموضوع ده؟ ايوه اللي هو كان عامل كده. ايوه زي ما تحب. لا ما تشوقناش، ما تشوقش يعني. انت في موضوع قول. لا يا سعد ما تقولش دلوقتي، لسه شويه. عايزين يبقى صفقه لتاك توكس. لا ممكن فكره صغننه قوي كتير صراحه، فعملت فولو، وزي كل الستات بتنطر شوي وعملت لي فولو. بعد فتره وصلنا هيك يعني تو كومنت تو ايتش اذر ريلز. متواجد في العلاقه طول الوقت، هيتم تهميشك. تهميش؟ انا ما حدش يهمشني. لا كشخص يعني، كشخص. لا انا ههمش لا انت. مساء الخير. لا مساء الخير. اشكرني وقول اشكرك، انت نرجسي قوي. انت نرجس. انا حي نرجس. انا بقول لك ده كذاك. انا اشكرني. ابويا قاعد في نرجس. شكرا لاهل النرجس، واحد عشان ابويا قاعد هناك وانتم مستحملين. سي يا نرجس. مين اللي كان بيعمل مشاكل وهو صغير؟ احنا الاثنين بنبتديها مع بعض بمعنى الكلمه. انا بقول لك كنا بنبص لبعض بس نعرف ان احنا ايه، يلا بينا نعمل حاجه، نعمل مصيبه، نعمل اي بتاع، نروح عاملينها. بس مين بقى اللي كان بيصيح الاول؟ خالد. هو اللي ما يقدرش يسكت، لازم يروح يقول لماما، وماما تبهدلنا، وبابا يعملوا مشاكل. ما كانش يقدر يسكت. انا كنت ممكن اسكت عادي، هو لا، ما كانش بيقدر يسكت. بس الاهم من كل حاجه انه كان مليان بناس بتحبنا وعايزة ننجح. بنشكركم جدا جدا جدا، وإن شاء الله الحلقات اللي جاية والمواسم اللي جاية تعجبكم جدا. وهو ده الوضع وهي دي الصورة، والله المستعان.